النهارده بقى هنعمل احلى تتبيله للفراخ المشويه. انا جايبه لكم الطريقه دي من عند الحاتي اللي انا بشتري من عنده، لان بصراحه الفراخ بتاعته بتعجبني جدا، التتبيله بتاعته تحفه. فرحت له وقلت له لازم تديني التتبيله دي عشان اقول لمتابعيني عليها. قال لي بس كده، عيوني ليكي وعيوني كمان لمتابعيني. وبصراحة اداني الطريقة ما تأخرش. بس يلا قبل ما نبتدي هنصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا جبت الفرخة وغسلتها ونضفتها وحطيتها في المحلول بتاعها اللي هو الدقيق والملح والليمون، ونقعتها زي ساعة كده عشان يا حبيبة قلبي لو فيها أي زفارة تبقى تطلع يعني. وبعد كده يا قلبي صفيتها، بعد ما شطفتها صفيتها وجبتها بقى، فرغت الجلد كله من تحت من عند الصدر ومن عند الوراك، وفرغت الجلد كله. وبعد ما فرغت الجلد جبت السكينة ونغست فيها، ما يا عيني هتتاكل وتتنغس كمان. شفتوا بقى؟ نغستها، ما سبتش حتة ما نغستهاش بالسكين. بعد كده جبت بصلتين على طماطمتين على 4 فصوص توم على قرنين فلفل كوبي على قرن فلفل حامي. وهنا الفلفل الحامي ده حسب الرغبة، لو عايزة ماشي اوكي، ما مش عايزة خلاص. وجبتهم وجبت بقى البهارات اللي انا هحطها عليها كمان. جبت مرقة، نص معلقة كزبرة ناشفة، جبت معلقة فلفل اسمر، ملح، جبت كمان جوز الطيب، رشة قرفة، جبت باربيكيو معلقتين، وجبت كمان معلقتين صويا صوص. وكل الخليط ده نزلت بقى فيه عليه وضربته في الكبة. الخلطة دي جهنمية، تحفة 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 بجد. بعد ما ضربتها ونعمتها جبت بقى، نزلت بيها على الفرخة. وهنا بقى مسكت بالسباتولا، مسكت بقى حشيت من تحت الجلد. بصوا شبعتها من الخليط وفي قلب الفرخة من جوه. انت لازم تحشيها وتشبعيها من الخلطة دي كويس جدا، ومن الظهر بردك، وما خليتش حته ما اتشربتش. ويا ريت بقى لو كمان تتبليها وتركنيها في التلاجة من قبلها بيوم. وقتك مش سامح، سيبيها ساعة ساعتين تتشرب هتبقى زي الفل. بعد ما تبلتها يا قلبي كده وحطيتها في التلاجة ساعتين، رحت جايبة كيس حراري عشان احطها في الفرن. وللأسف النور عملته معايا، قطع عليا وانا بعمل الفراخ. معلش بقى سامحوني. طبعا انا حطيتها في الفرن، حطيتها في صينية كده وحطيتها في الفرن. ودي يا حبيبتي بعد ساعة تقريبا، ساعة وربع، دي طلعت الفرخة زي ما انت شايفة كده. مش قادرة اقولك على جمالها، ريحتها وطعم وجمال، مش قادرة اقولك. الف هنا وشفا على قلبك.